السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن ساعة من ارخص الساعات السمارت اللي موجودة في السوق، واللي تقدر ان انت تعتمد عليها وتشتريها من غير ما تخاف. يعني زي ما بيقولوا كده الاوبشنز بتاعتها حقيقية مش فيك، مش يقولك حاجة موجودة وهي اصلا فيك مش موجودة. الساعة دي من شركة كيس سيلكت وهي ساعة كي اس برو. طيب ايه نظام الساعة دي وسعرها كام وحبشتكنات بتاعتها؟ ده اللي المفروض نعرفه ان شاء الله في الفيديو ده. بمجرد ما انت ما تشتري علبة هتلاقيها بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. تيجي بقى تفتح العلبة، اول حاجة هتلاقيها طبعا الساعة زائد استراب اضافي موجود للساعة ولونه اسود فخامة، يعني زي الكتيب تعليمات. ده ممكن تلاقي فيه طريقة التشغيل بقى والكلام اللي انت عارفه ده اللي محدش بيبص عليه. وكمان في لفتة جميلة هم عاملينها، حاطين لك سكرين بروتكتور عشان خاطر تحميلك الساعة من الخدوش. وطبعا موجود كابل الشاحن بتاع الساعة. اول حاجة بقى هناخد بالنا منها اول ما نمسك الساعة دي، وهي تصميم شوية متاخد من تصميم ساعات ابل او ساعة ابل الجديدة، بس بصراحة التصميم بتاع الساعة دي فخامة. يعني أول حاجة الجسم كله من المعدن زائد الاستراب ماجنتيك قوي يمسك في ايديك حلو جدا، ما تقلقش منه وانت لابسه. بس ممكن لو انت بتركب اتوبيسات واحد يروح سلتها منك تتسلت، شكرا كده راحت فلوسك صابر. فده عيب الماجنتيك بصراحة، انا ما بفضلش الماجنتيك في الحاجات دي عشان ايه ما تتسلتش من الواحد كده. وكمان الساعة ضد المية، يعني انت لو انت لابسها وبتتوضى او نزلت حمام السباحة متقلقش منها ضد المية. وفعلا هي ضد المية، مش زي بقية الساعات تانية يقولك ضد المية مجرد ما تلمسها للمية تبوظ. لا، هي ضد المية حقيقي، ومعاها شهادة ان هي مقاومة للماء والغبار اللي هي IP68. نيجي بقى للزراير والحاجات اللي موجودة في الساعة نفسها. اول حاجة في بكرة كده جميلة، دي تقدر تقلب بيها الواجهات بتاعتك لو انت عايز تغير الواجهة اللي موجودة في الساعة من خلال البكرة دي. الماتيريال بتاعتها حاجة كده فخامة. وكمان في زرار تاني بيجيب لك المنيو او بيرجعك للشاشة الرئيسية. وطبعا الظهر ده اللي بيكون فيه طبعا سنسورات او السنسورز اللي بتقيس كل حاجة زي ما احنا عارفين. اللي بهرني ايه بقى في الساعة دي؟ البطارية بتاعتها بتقعد لحد 5 ايام سكرين اون. يعني تقعد يا باشا مالك 5 ايام كده، تنسى اصلا ان انت عايز تشحن الساعة. في يوم اجازتك تحط الساعة ساعتين على الشاحن تشحن لك من 0 ل 100%. حاجة ممتازة بصراحة، بدل ما كل يوم رايح تشحن الساعة بتاعتك. طبعا مش هتلاقيها من التليفون ولا من الساعة، فحاجة بصراحة ملل. انما الساعة دي وفرت لك المجهود ده. كل اسبوع كده ولا حاجة انت قاعد فاضي تشحن لك الساعة ساعتين، تقعد معاك 5 ايام متواصل. نخش بقى على الشاشة بتاعت الساعة بتاعتنا. الشاشة دي جاية من نوع اموليد، بتديك صورة تحفة، زائد ان هي بتوصل تحت اشعة الشمس ل1000 نتس. يعني هتشوف فيها بوضوح جدا تحت اشعة الشمس. بس اللي رخم فيها حاجتين. اول حاجة الحافة السفلية شوية مش صغيرة، يعني حاجة كبيرة كده. الحاجة التانية حساسية اللمس، تحس ان في لاج وانت بتقلب في الشاشة، يعني جزء من الثانية كده. فشوية تحس ان الحوار ده مقرف حبتين. نيجي بقى للمميزات اللي موجودة في الساعة دي. أول حاجة بتميز الساعة دي عن الجيل اللي قبلها ستارة الاختصارات اللي بتسحبها من على الشمال. بتقسم لك الشاشة بالنص كده وتقدر تختار الاختصار اللي انت عاوزه، أو الحاجات اللي موجودة قدامك تختار منها انت عايز تعمل ايه بالظبط. طبعا كلنا عارفين الستارة اللي انت أول ما بتسحب من فوق بتنزل لك فيها الاوبشنز اللي احنا عارفينها دي، سواء انت عايز تقلل الإضاءة، تشغل كشاف، الحاجات اللي كانت موجودة في الإصدار اللي قبل الساعة دي. طبعا بتدعم 14 لغة من ضمنهم اللغة العربية، وفيها 100 مود سبورت. لو انت عايز تلعب أي رياضة بمجرد ما انت ما بتشغل المود بتاعها انطلق يا معلم وعيش وهي هتعدلك. طبعا فيها Always on Display، تقدر ان انت تشغل الساعة دي كساعة معاك على طول، او ان انت تقفل الاولوز اون ديسبلاي بمجرد ما انت ما بترفع ايدك لفوق الساعة تشتغل او تنور عامة وتشوف منها الساعة كام، او النوتيفيكيشنز اللي جات لك او الحاجات دي كلها. في الحقيقة انا كنت فاكر ان الساعة دي فيها GPS، بس هي ما فيهاش GPS. تقدر ان انت
تتحكم في الجي بي اس، او هي تحس ان هي فيها جي بي اس، بس ده عن طريق التليفون المحمول او الموبايل بتاعك. يعني لو انت بتعمل اي رياضة هتحتاج فيها جي بي اس، زي ركوب العجل مثلا، الكلام ده كله، الجري، الكلام ده، عايز تحسب المسافة بتاعتك، ده بيكون من خلال الموبايل ابلكيشن. طبعا فيها واتش فيسز كتير تقدر ان انت تتحكم فيها وتغير الواتش فيس بتاعتك زي ما انت عاوز، وفيها قياس نبض القلب وضغط الدم ونسبة الاكسجين في الدم، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. وعلى فكرة بتقيس حلو جدا، ويعتبر نفس الأجهزة الطبية بالظبط. يعني مش عايز أقولك مع اختلاف حاجة، لا مفيش اختلاف خالص، مع التجربة بتاعتها بصراحة ممتازة جدا. بالنسبة لرسائل الواتساب، النوتيفيكيشنز، الكلام ده كله، تقدر تستقبلها عادي جدا، بس مش هتقدر ان انت ترد عليها. تشوف بس مين بعتلك ايه ان انت ترد، لا مفيش الاوبشن ده موجود في الساعة دي. طيب بالنسبة للاتصال، تقدر ان انت تتصل منها وتستقبل منها مكالمات، وهي بتتميز بصوت مايك حلو جدا. يعني اللي انت بتتصل بيه مش هيحس ان انت بتكلمه من ساعة ابدا. وصوتها برضو، صوت الميكروفون بتاعها قوي جدا، وتسمع اللي انت بتكلمه بصوت واضح. بس هي ما فيهاش نويز كانسليشن، يعني لو في ضوضاء حواليك اللي قدامك هيسمع صوتك بعيد سيكا، او هيسمع الضوضاء اللي موجودة حواليك. وتقدر تسجل عليها ارقام كمان، بحيث ان انت لو عايز توصل لاي رقم بسرعة بتوصل له من خلال الساعة مباشرة. تقريبا بقى كده قدرت الخص لكم كل حاجة بخصوص الساعة دي. كده ما فاضلش غير حاجة واحدة. الساعة دي سعرها كام؟ الساعة دي موجودة في مصر بسعر يتراوح من 2500 ل 2900 على حسب بقى المكان اللي انت هتشتريه منها. وبالمناسبة في اليومين دول خصومات وبتاع، فهتلاقيها بسعر حنين او بخصم لطيف كده، ده لو انت هتجيبها اونلاين يعني. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.